ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه تجارب شاشتة. النهارده فيديو جديد، فيديو هيعجبكم جدا، تجربه جديده كان نفسي اجربها بقالي فتره كبيره يا جماعه، تقريبا انا الوحيده اللي لسه ما جربتهاش. هجرب النهارده البوبا تي والموتشي، وشكرا جدا على تفاعلكم وتعليقاتكم الحلوه على الفيديو الاخير، تحدي يوم كامل باللون الاحمر، عجبكم جدا وتعليقاتكم كانت حلوه، شكرا جدا على التفاعل. هنروح دلوقتي في محل مشهور جدا بيبيع الموتشي والبوبا تي، وهنطلب منه نجربه مع بعض ونقيمه ونشوف ايه الحاجه اللي كل الناس بقت بتحبها دي في مصر، خلاص كل الناس بقت على طول ما ينزلوا يجيبوا موتشي ويجيبوا بوبا تي. فبصراحه انا متشوقه جدا علشان اروح اجربهم. كمان انا اكتشفت ان الموتشي والبوبا تي بلدهم مش كوريا، الموتشي طلعت ياباني والبوبا تي طلعت تايواني. دخلتوا على جوجل وكتبتوا ما هي بلد الموتشي هيطلع لكم اليابان. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وشيروا الفيديو لاصحابكم. يلا نبتدي الفيديو على طول. كمان الموتشي بالمانجو وبالبابل جام، فتعالوا بقى هنجربها دلوقتي مع بعض. انا متحمسه جدا جدا، يا رب يكون الصوت واضح وحلو، وهنجرب مع بعض. اول مره اجرب معاكم البوبا تي، تعالوا بقى نجربها. بعد ما اجربها وادوقها واقيمها معاكم هقول لكم سعرها كام. متحمسه جدا بصراحه، فيلا ندوق البوبا تي ندوقها مع بعض. ايه ده؟ ده شاي بلبن بجد. شاي بلبن خالص، ومعاها الكرات دي. الكرات دي حاسه ان ملهاش طعم، يعني حاسه ان هي جيلي متجمد، بس اللي ملهاش طعم، يعني حاسه ان ملهاش طعم. دوق تاني كده عشان يعني اعرف بس اشرب لكم الطعم. داخله غريبه يعني. هو الطعم غريب عشان الشاي بلبن ساقع، وانا عمري ما شربت الشاي بلبن ساقع بصراحه. الطعم بالنسبه لي حاساه غريب ان انا اشرب شاي بلبن ساقع. كمان الاحساس وحش وانت بتبلع حاجات كده، خراف كده ناعمه مع مشروب، احساس غريب بصراحه. ده هقيمه بصراحه 7/10 عشان مش حاجه واو، يعني مش زي ما انا كنت متوقعه، عشان كل اللي جربوا قالوا حلو وجميل وكل حاجه، بس انا بالنسبه لي محسيتوش واو يعني. فده شاي بلبن ساقع ومعاه كرات جيلي كده ملهاش طعم، حاجه مش واو. فده هقيمه يا جماعه 7/10، واللي جربه يكتب لي رايه في التعليقات ويقول لي حلو ولا وحش عشان انا حاسه ان انا مستغرباه جدا. تعالوا ندوق الموتشي، ودي اكتر حاجه متحمسه لها جدا جدا جدا، عشان بقالي فتره عايزه اجربها، ويعني كنت عماله اجل يعني. فتعالوا بقى دلوقتي نجرب مع بعض الموتشي. تعالوا بقى هنجرب مع بعض دلوقتي الموتشي. شايفين شكله؟ واو. تعالوا بقى نجرب الموتشي. انا متحمسه جدا جدا على الموتشي. اللي ما يعرفش، الموتشي ده ايس كريم وعليه كده كفر من عجينه الرز تقريبا. فتعالوا نجرب الموتشي. هقول لكم اسعار اخر الفيديو، استنوا كملوا الفيديو معايا وهقول لكم اسعار اخر الفيديو. انا جبت 2، واحده بالمانجو وواحده بالبابل جام. فتعالوا ندوق الموتشي مع بعض. تعالوا نبدأ نجرب الموتشي بالمانجو. والله دي أكتر حاجة متحمسة لها، ما تعرفوش أنا متحمسة قد إيه. فتعالوا ندوق الموتشي مع بعض. اللي ده طبعا آيس كريم، بس أنا قطمت بحماس على أساس إن هي حاجة حلوة، مش حاجة باردة يعني. هدوق بقى تاني عشان أستطعم. حلو طعم الآيس كريم المانجو جوه جميل جدا. الكفر اللي هو العجينة ده، تحسوا إن أنتوا بتاكلوا بعد الآيس كريم بتاكلوا البانة. طعمه برضه مانجا، وعاملين الكفر رفيع جدا، يعني حلوة قوي الميكس مع بعض. حاجة جديدة بس عجبني جدا جدا. زي ما قلت لكم طعمه كده لذيذ، عامل زي ايس كريم، وبعد الايس كريم تاكلوا البيض. فبصراحة لا عجبني، فهقيمه 10/10، عجبني جدا. تعالوا ندوق البابل جام.
تعالوا ندوق الموتشي التانية، هي البابل جم. برضه متحمسه لها قوي. طبعا شكله كيوت يا جماعه جدا، يعني شكله كيوت كيوت. تعالوا ندوق. برضه بصوا يا جماعه بدأت تقع مني عشان طبعا الايس كريم بدأ يدوب. عجبني قوي ده، طعم البابل جم خطير خطير، احلى كمان من المانجا. بصوا شكل العجينه، بصوا شكل العجينه عامله ازاي، تحس ان هي عامله زي اللبان. بصوا رفيعه ازاي، الايس كريم اللي جوه تحفه، العجينه طعمها تحفه عشان انا حاسه عجينه، حاسه باينه، طعمه حلو. روعه، 10/10. شكلي هدمنه، بس هي المشكله انه غالي قوي يا جماعه. لازم اكملها معاكم قبل ما نسيبها. اللي جرب الموتشي والبوبا تي قولوا لي كده عجبكم ولا لا، عشان انا الموتشي بصراحه عجبني جدا وهجيبه تاني، لكن البوبا تي مش قوي بصراحه. واو، الموتشي يا جماعه جميل قوي. واو واو، الموتشي خطير خطير. بصوا خلصته بصراحه تحفه. الايس كريم اللي هو طعمه حلو قوي. الكفر اللي عامله عجبتي، الرز جميل جدا، اول مره احس احساس انت بتاكل الايس كريم والبان مع بعض، فلذيذ قوي قوي قوي. جربوا البابل جام ده، طعمه خطير جدا. المانجا طعمها حلو بس البابل جام عجبتني اكتر. البوبا تي بصراحه مش اكتر حاجه عجبتني يعني، فمش احسن حاجه. حاسه ان الايس كوفي احلى منه، الشاي بلبن السخن بتاعنا احلى منه. لكن البوبا تي بصراحه احساس انك تشرب شاي بلبن ساقع مع كرات جيلي كده، حاساها مش لذيذه. مش عارفه انتوا رايكم ايه، انتوا عجبكم ولا لا قبل كده؟ اقول لكم الاسعار. البوبا تي ده الاوريجينال اللي هو اول حاجه يعني، هو ده الاصل يعني، ده ب 65. والموتشي الواحده ب 50. وطبعا انتوا اكيد عارفين المحل ده، اكيد شفتوه في الولاد وشفتوا حاجات كتير. بس انا الموتشي عجبني جدا جدا يا جماعه. عجبني قوي. فبس كده انا بجد ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واستنوني في فيديوهات جديده عشان نعمل فيديوهات اجمل من كده مع بعض. وما تنسوش لايك وشير، وباي باي.